كل سنة وحضراتكم طيبين ودايما بخير وسعادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الأهلي بيفوز على حارس المرمى محمود كوكو بهدف مقابل لا شيء في إطار دور ال 32 من بطولة كاس مصر موسم 2023. زي ما أنت سمعت كده بالظبط، النادي الأهلي كان بيلاعب حارس مرمى بس. طبعا منتخب السويس فريق محترم لكن بيمر بظروف صعبة، وكفاية إنه ما قدرش يتأهل لدوري المحترفين، وكمان ما عندوش مدرب، ولكنهم قدروا يصمدوا قدام النادي الأهلي. طبعا ده بسبب تألق حارس المرمى محمود كوكو صاحب ال 34 سنة. هكلمك سريعا عن ماتش النادي الأهلي ومنتخب السويس في دور ال 32 من بطولة كاس مصر موسم 2023. تساؤلات كتيرة قوي عن تشكيلة مارسيل كولر واختياراته للعيبة. هقول لك مين هي اللعيبة اللي جددت للنادي الأهلي، هقول لك عن فضيحة جديدة داخل نادي الزمالك وغرامة جديدة داخل نادي الزمالك. يلا بينا كلنا ندور على سيف جعفر. كل ده واكتر هتعرفه في حلقة النهاردة، بس لو لسه ما اشتركتش في القناة انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واهلا بيكم في حلقة جديدة. ده برنامج نسر الاهلي وانا بنوب مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، ازيك؟ كل سنه وكل اهل مصر طيبين بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك، ويا رب دايما في خير وسعاده. زي ما قلت لك ان النادي الاهلي بيفوز على منتخب السويس بالعافيه بهدف مقابل لا شيء في دور ال 32 من بطوله كاس مصر موسم 2023. قبل ما نتكلم عن التشكيله واختيارات مارسيل كولر للعيبه، عايز اقول لك ان كولر سال على جمهور النادي الاهلي وكان متضايق جدا ان مفيش جمهور في الاستاد. ده يعرفك ان الجمهور جزء كبير قوي من نجاح النادي الاهلي وتتويجه بالبطولات، ودي حاجه بتبين لك ان جمهور النادي الاهلي هو اهم لاعب في تشكيله النادي الاهلي. ندخل في الماتش على طول. مارسيل كولر نزل بخطه 4-2-3-1، ولحد دلوقتي ما عندناش اي مشكله. الشناوي في حراسه المرمى واثنين قلب دفاع، رامي ربيعه وياسر ابراهيم، باك يمين محمد هاني، وباك شمال خالد عبد الفتاح. ثلاثه في نص الملعب مروان عطيه واليو ديانج وحمدي فتحي، والجناح اليمين حسين الشحات، والجناح الشمال طاهر محمد طاهر، وراس حربة محمود عبد المنعم كهربا. في حاجتين بصراحة محتاج اسأل عليهم وناس كتير قوي سألوا عليهم في التشكيلة دي. اولا، انت ليه بتلعب بثلاثة في نص الملعب قدام فريق زي منتخب السويس؟ طبعا مع كامل احترامي لمنتخب السويس، فريق محترم جدا، بس مش دي الفرقة اللي تلعب قدامها بثلاثة في نص الملعب. الحاجة التانية والمهمة جدا واللي لازم اسأل فيها، انت ليه بتلعب بخالد عبد الفتاح كباك شمال؟ احنا حرفيا كده بنعمل حاجات بنموت بيها اللعيبة. بغض النظر ان خالد عبد الفتاح اجاد في المباراه دي وظهر بشكل ممتاز جدا، ولكن ده مش مكانه. ده غير ان انت عندك بره على الدكه محمد اشرف بيلعب باك شمال، وكريم الدبيس بيلعب باك شمال، وايمن اشرف بيلعب باك شمال. فانت لو كنت عايز تشارك خالد عبد الفتاح فكنت تريح محمد هاني وتلاعب خالد عبد الفتاح باك يمين مركزه الاساسي. المهم ان الماتش بدا والنادي الاهلي ماسك كوره طول الشوط، وحرفيا الاهلي بيلاعب حارس مرمى فقط. بصراحه حارس المرمى محمود كوكو يستحق رجل المباراه عن جدارة. حارس مرمى عنده 34 سنة ومتألق بشكل كبير، هادي جدا ومركز كويس قوي في الماتش. قدر يتصدى لركله جزاء من رامي ربيعة اللي مارسيل كولر قال عليه ان عمره ما ضيع ولا ركله جزاء في التدريبات. يمكن التغييرات هي اللي ساعدت النادي الاهلي في تسجيل هدف المباراة الوحيد وهدف فوز النادي الاهلي وتأهله لدور ال 16. انك تخرج حمدي فتحي وتنزل قفشه والقندوسي وتنزل احمد عبد القادر بدل طاهر محمد طاهر، لاني بدأت اتأكد مليون في المية ان الاهلي جايب طاهر محمد طاهر عشان الاحتفالات بتاعته بس. واحمد عبد القادر كده كده زي ما هو مش هيتغير، بيمسك الكوره عايز يرقص اللعيبه بس. حرفيا احمد عبد القادر لازم يمشي من الاهلي، ولو ما فيش اي فرقه عايزاه فيقعد في البيت احسن. ده حتى هدف المباراه الوحيد وهدف فوز النادي الاهلي كان بسبب ان احمد عبد القادر عمال يرقص وماشي بالكوره مش عايز يباصي، بعد كده اتقطعت منه وتطول الكوره عشان توصل للقندوسي. القندوسي اللي من لمسه واحده بيودي الكوره لحسين الشحات وبيعمل له اسيست عالمي عشان حسين الشحات يسجل هدف فوز النادي الاهلي. قلت لك كذا مره قبل كده ان القندوسي ما ينفعش يقعد دكه تاني. المهم انتهت المباراه على كده بفوز النادي الاهلي على نادي منتخب السويس بهدف مقابل لا شيء في اطار مباريات دور ال 32 من بطوله كاس مصر موسم 2023، ويتاهل النادي الاهلي لدور ال 16 بعد ما كان الماتش قرب يهرب من النادي الاهلي وهيوصل لركلات الترجيح. مارسيل كولر
قال ان احنا مش هنشوف اي لعيب من اللعيبه الاحتياطيه بيشارك غير لما احسم الدوري بشكل رسمي. وبصراحه انا ما عنديش اي مشكله في الكلام ده، بس هل انت كنت جايب القندوسي عشان تقعده على دكه الاحتياط، ومحمد كريستو الضاوي اللي الفيفا بتصنفه من افضل المواهب الشابه داخل قاره افريقيا؟ كريستو اللي في موسم واحد شارك مع تونس في 3 منتخبات، منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول. كريستو اللي جماهير النجم الساحلي التونسي بتموت نفسها عليه عشان اتباع وراح للنادي الاهلي عشان انت تقعده على دكه الاحتياط. وانا عايز اعرف ايه السبب اللي يخليك تقعد لاعب زي ده احتياطي؟ تساؤلات كتيره قوي عن تشكيله مارسيل كولر واختياره للعيبه، وانه بيهمل لعيبه كتير قوي في صفوف النادي الاهلي، من ضمنهم محمد كريستو الضاوي والقندوسي وايمن اشرف، وفي لعيبه كتير مارسيل كولر بيهملها تماما. فبصراحه كلنا محتاجين نعرف ايه سبب الموضوع ده. الموضوع اللي بعد كده هو خاص باللعيبه اللي جددت للنادي الاهلي. زي ما توقعنا وقلت لك الحلقه اللي فاتت ان حسين الشحات مش هيمشي من النادي الاهلي وهيكمل في النادي الاهلي، عشان توقعنا يطلع صح، وحسين الشحات بيجدد 3 مواسم لحد موسم 2026. كمان رامي ربيعه وياسر ابراهيم كل لاعب فيهم بيجدد موسمين مع النادي الاهلي لحد موسم 2025. نخش على الموضوع اللي بعد كده، وبصراحه هي حاجه محيره ناس كتير قوي. هو لحد امتى قبل كل عيد هنفضل ندور على سيف جعفر العمده؟ طبعا بعد ما شفنا الفيديو اللي طلع فيه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور مع اللاعب سيف فاروق جعفر قاعدين في فسحايه النادي، وقال ان احنا خلاص خلصنا مع سيف فاروق جعفر ومضى على العقود وكل حاجه تمام. شرفتها يا كروديا. عشان يطلع تاني يوم الصبح المستشار مرتضى منصور في نفس المكان فسحايه نادي الزمالك، وقال لك ان سيف جعفر خد الظرف اللي فيه ال4 عقود اللي هو ماضي عليهم ومشي. يا دنيا وراكيش غيري ولا ايه؟ والله الواد سيف ده لعيب قوي. سيف فاروق جعفر في بيراميدز ويوسف اسامه نبيه في بيراميدز الموسم اللي جاي، وهو ده عزيزي الفرق بين اداره نادي الزمالك واداره النادي الاهلي. ده الفرق الحقيقي بين ولاد نادي الزمالك وولاد النادي الاهلي. ارجع معايا كده لما رمضان صبحي قال ان هو جاي له عرض من نادي بيراميدز، قالوا له قدامك ساعه تفكر وترد علينا عشان احنا ما بنتحايلش على حد. والزملكاويه فضلوا يتريقوا ويقولوا شوفوا ابن النادي عمل ايه، شوفوا ابن النادي راح فين وساب النادي والكلام الحمضان ده، وكمان وقفوا في صف بيراميدز وقالوا ان ده احتراف واي لاعب من حقه يمشي من النادي بتاعه ويروح اي نادي تاني ادام شايف ان ده مصلحته. وادام ان هو كده بيشوف مصلحته، انتوا ليه متضايقين من يوسف اسامه نبيه وسيف فاروق جعفر؟ هتسيبوهم يحترفوا ويشوفوا مصلحتهم، ايه المشكله يعني؟ ده غير ان بيراميدز الموسم اللي جاي هيشارك في دوري ابطال افريقيا ومحتاج يدعم صفوفه، لكن نادي الزمالك هيشارك في الكونفدراليه ويا رب بس ما يطلعش منها وياخد البطوله. لما تيجي كمان تبص على كابتن اكرام الكبير، لما اي حد بيساله يقول له ابنك لو راح الزمالك او رمضان صبحي لو راح الزمالك، بيرد يقول لهم مستحيل ده يحصل. وكابتن ياسر ريان اللي الاهلي مشى ابنه من النادي، لما بيتسال هل احمد ياسر ريان ممكن في يوم من الايام نشوفه بتشيرت نادي الزمالك، بيرد ويقول مستحيل ده يحصل. هو ده الفرق بين ولاد النادي الاهلي كابتن ياسر ريان وكابتن اكرام الكبير، وبين ولاد نادي الزمالك كابتن اسامه نبيه اللي كان في يوم من الايام مدرب نادي الزمالك وكابتن من كباتن نادي الزمالك، وكابتن فاروق جعفر ابن نادي الزمالك. هم اولادهم عملوا كده غصب عنهم يعني، ولا ما كانوش يعرفوا، ولا ايه القصه؟ القصه ان كابتن اسامه نبيه وكابتن فاروق جعفر عارفين ان اولادهم هيعملوا كده وكمان شجعوهم على ده. هو ده الفرق اللي بيني وبينك. اخر حاجه هكلمك عنها في حلقه النهارده هي غرامه جديده تضرب نادي الزمالك وذنب محمود عبد المنعم كهربا. الاتحاد الدولي بيوقع غرامه على نادي الزمالك وقدرها 2.7 مليون دولار زائد 5% فوائد لو ما تمش الدفع خلال 45 يوم، وده لصالح اللاعب خالد بوطيب. يعني المبلغ هيوصل لحوالي 3 مليون دولار، حط عليهم 1,500,000 دولار بتوع شيكابالا لصالح نادي سبورتنج لشبونه، وعليهم 1,200,000 دولار لصالح اللاعب اتشمبونج، و1,000,000 دولار بتوع مدرب نادي الزمالك السابق جوزفالدو فيريرا. يعني نادي الزمالك داخل في قصه 7 مليون دولار غرامات. وقريب جدا هتسمع عن ايقاف القيد داخل نادي الزمالك. عرفت ليه هم كانوا عايزين اتحاد الكوره يفتح لهم القيد بدري شويه؟ بصراحه الظلم اخرته وحشه قوي. كل اللي بيحصل ده بسبب ان هم ظلموا كهربا وافتروا عليه قوي. المهم عزيزي الاهلاوي، مباراه النادي الاهلي القادمه هتكون في الدوري المصري الممتاز قدام فريق البنك الاهلي، وده هيكون يوم الخميس 29 يونيو الساعه 9:30. وبكده بتكون خلصت حلقتنا من نسر الاهلي. فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع ابانوب مفيد.